فين الرسالة اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي كانت كفيلة مش بس ان انا ارد على صاحبها، لا اجيله لحد عنده في الشرقية وافاجئه. ولو لاحظتوا انا بوطي صوتي علشان هو قاعد اهو وما يعرفش لسه ان انا وصلت، فيتمنى ان هو يفضل ما يعرفش لحد ما اروح. يلا بينا عشان الموضوع كبير فوق ما انتوا تتخيلوا. يلا تعالى. عبد الرحمن زيه زي اي شاب فتح مشروع وبيحاول بكافة الطرق انه يقف على رجليه. بعت لي الرسالة اللي شفتها من شوية دي في محاولة منه لإسعاف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه علشان يقدر يكمل ويقف على رجليه ومشروعه يفضل مستمر. هو وشاب صاحبه فتحوا المشروع ده اللي بيفكروا فيه بقالهم حوالي 5 سنين، ولكن الظروف ما كانتش او الحظ ما كانش محالفهم قد كده. علشان كده حاول بكافة الطرق انه يتواصل مع ناس كتيرة سواء فود بلوجر او ناس على السوشيال ميديا. في منهم اللي جه واخد منه ارقام، وفي منهم اللي مرضيش يجي بدون مقابل. لما تواصل معايا عبد الرحمن وشرح لي القصه ما تاخرتش لحظه واحده ان انا اروح وادعمه علشان يقدر يكمل. احنا محتاجين ندعم النماذج اللي زي عبد الرحمن. عبد الرحمن ما كانش متوقع ان انا هروح له، ما كانش يعرف بالظبط هروح له امتى. لما دخلت اتفاجئت ان عبد الرحمن قاعد زي ما هتشوفه كمان شويه وشايل هم الدنيا زي ما هتشوف كده. عبد الرحمن عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله انا بعت لحضرتك الرساله بس اتفاجئت ان حضرتك تيجي بالسرعه دي يعني. ما انا ما كانش ينفع اتاخر. حبيبي الله يكرمك. انتوا اهل كرم واحنا اهل كرم زيكم يعني. عبد الرحمن وشريكه فاتحين العربيه البسيطه دي في مجمع كوزاكي في الزقازيق، وحاولوا بكل الطرق انهم المشروع ده يفضل شغال ومستمر، لكنهم للاسف لحد دلوقتي بيحاولوا. علشان كده انا جيت له مخصوص علشان ندوق اكله وندعمه في نفس الوقت. هتاكلنا يا عبوده؟ ناكل سماش تيستي تمام، وسماش كارملايز وتشيكن فراخ فايتر. طب انت جاهز؟ انا جاهز. طب يلا. ايه الكلام ده يا عبد الرحمن؟ والله الساندوتش ده 4 كتير. انا مش عشان تشرح، انت لسه هتشرح دلوقتي. 4 كتير. لا هو مش كتير، هو ده من كل صنف نوع. طيب ده رانش تشيكن دبل. طب ده يتاكل ازاي؟ ده سعره كام يا عبد الرحمن؟ ده سعره 115. عليه هيبقى عليه خصم ان شاء الله 15%. ممكن يبيعه ب 90. ده كله؟ ده كله. بص حلو قوي. مكوناته ايه بقى؟ ده عباره عن صوص رانش والصوص بتاعنا الخاص بينا، وبيبقى عليه خس وطماطم وقطع الفراخ وصوص الرانش تاني من فوق. هتيجي تاخده هنا او هتاخده من هنا ب 90 جنيه لمده 15 يوم من تاريخ عرض الفيديو ده. رقم 2 عندنا ايه؟ رقم 2 ده تشيكن فايتر. ده هو فايتر يعني. ده الصوص ايه ده؟ صوص الباور. ده بيف بيكون. صوص الباور وعليه خس وطماطم وقطع الفراخ وصوص جبنه وصوص باربيكيو واونيون وبيف بيكون اللي هو البصل يا جماعه. اونيون بصل. بص العيش مش بايت، العيش ده طازه بتجيبه يوم صح؟ مسويه حلو انت بقرمش، معرفش القرمشه واضحه ولا لا. لا ده ما شاء الله. ده كان بكام وبعد كام؟ ده ب 125 هنخليه ب 100 جنيه. مكوناته يعني كده صوص البيك تيستي وصوص جبنه ده برجر. ها ده برجر. برجر سماش برجر. والله العظيم اقسم بالله انا كنت بقول لك ما تجيبهمش كلهم. في تاني نعمل تاني. تحسه سموك او مدخن. ما هو عليه صوص البيك تيستي مدخن. صح كده؟ صح. انا مش فود بلوجر بس بفهم برضه بستطعم. دلوقتي هيبقى ب 125. 125. والله العظيم اقسم بالله السندوتشات من دي انت تعرف في اماكن مشهوره الواحد يعمل له مثلا 200 وشويه في مكان ما، يعني لا داعي لذكر اسمه، حاجه زي كده تعمل لها 200 وشويه لوحده. صح ولا انا بقول اي كلام؟ صح. والله ما بجاملك، والله ده احلام. طب وانت بتعمل المشروم قلت لك ايه؟ ما تكترش مشروم. كتر مشروم. والله العظيم تحفه. انا ما بحبش المشروم، فهو بيعمل المشروم فشفته فقلت له لا انا ما تكترليش مشروم لان انا ما باكلش حاجه فيها مشروم. بس المكسيه دي انا عندي برقبه دول كلهم، مع ان دول كلهم كل واحد لوحده حكايه، بس البرجر ده بالمشروم بالصوص بالبصل المتكرمل الله يبارك لك يا ابني. انا عايزك ما تبقاش مكتئب، عايزك تفضل مبسوط. لا ان شاء الله يعني. عايز اوضح نقطه. عبد الرحمن معاه شريك هنا في الجيش، يمكن انا حكيت الجزئيه دي في اول فيديو بس حابب اكررها تاني. عبد الرحمن في مكان كويس جدا، شارع السلام. شارع السلام في القوميه في مجمع كوزاكي.
انا هنا في الفود كورت بتاع المجمع نفسه يعني، والعربيه بتاعت عبد الرحمن هنا. هو بيقول لي انكم بقالكم شهرين متحملين كافه التكلفه علشان خاطر تقدروا تقفوا على رجليكم، وان المشروع ده بتفكروا فيه بقالكم كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين. هو ما يقس، جاب ناس كتيره اخذت منه فلوس، اللي انا جاب ناس كتيره اخذت منه فلوس، وللاسف المردود ما كانش قد كده. انا بنصحكم تيجوا تدعموا الشباب وتيجوا تدوقوا، ولو في حاجه واحده بس من اللي انا قلت عليها حلوه طلعت وحشه عندنا على حساب، لا على حساب المكان. عافاني من الحساب على حساب المحل. تعالوا جربوا هنا لمده 15 يوم، الحاجات دي كلها عليها عروض. جرب مش هتخسر حاجه زي دي ممكن تدفع لها 250 جنيه في محل ما او مطعم ما مشهور، تيجي تاخدها من هنا 90 جنيه زي الفل. يلا سلام.